نهائي دوري ابطال افريقيا وايه حكايه اشرف بن شرقي ومواجهه عربيه جماهيريه خالصه. السلام عليكم، انا كابتن عبد الرحمن الخضرا. لو انت اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس. هنتكلم عن نهائي دوري ابطال افريقيا، ومش عايزك تنسى في اخر الفيديو هنقول حاجه تخص اللاعب اشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق ولاعب نادي الجزيره الاماراتي السابق. هنتكلم عن تاريخ الفرقتين، فريق النادي الاهلي المصري وفريق نادي الوداد المغربي في بطوله دوري ابطال افريقيا. هنتكلم عن تاريخ النادي الاهلي. النادي الاهلي هو الاكثر تتويجا بالبطوله وهي 10 مرات. اول مره فاز بالبطوله سنه 1982، واخر مره فاز بالبطوله سنه 2021. هنخش على نادي الوداد. اول مره فاز بالبطوله سنه 1992، يعني بعد اول بطوله فاز بيها النادي الاهلي ب10 سنين كاملين. تاني بطوله للاسف كانت على حساب النادي الاهلي المصري سنه 2017. آخر بطولة والتالتة للأسف برضو كانت سنة 2022 على حساب النادي الأهلي المصري. مباراة صعبة جدا قوية. محدش يقدر يتوقع عدد الأهداف، محدش يقدر يتوقع مين اللي يكسب مين اللي يخسر. بس كلنا مستنيين ومنتظرين النهاردة استاد القاهرة. هيطلع لنا ايه اللوحة النهاردة، هتبين كل حاجة. يا ترى مين كسبان مين خسران تعادل. بعد كل ده وقبل كل ده، في الأول وفي الآخر دي رياضة، مش عايزين تعصب، وفي الاول وفي الاخر احنا اشقاء وعرب. طبعا شفنا منتخب المغرب مقدم ايه في كاس العالم اللي فات، وخد مركز رابع، وخلى كل العرب او كل المنتخبات او كل الولاد الصغيرين اللي نفسهم في يوم من الايام يلعبوا كوره او يبقوا لعيبه كوره مشهورين، يبقى عندهم حلم ويبقوا نفسهم هم كمان يشاركوا ويبقى هم اللي يرفعوا الكاس في يوم من الايام، او يلعبوا قدام المنتخبات الكبيره في كاس العالم ويشاركوا ويأدوا ويطلعوا بشكل مشرف جدا. طبعا مفيش حاجة بعيدة. كل اللي بيتعب وكل اللي بيسعى بيوصل للي هو عايزه. خصوصا ان احنا دلوقتي عندنا لعيبة كتير جدا في الدوريات الكبيرة، وكمان محطمين ارقام قياسية وعاملين ارقام باساميهم وبيحققوا دوريات. عندنا طبعا نماذج، مش عايزين ننسى حد زي النجم المصري محمد صلاح، رياض محرز، طبعا حارس المرمى ياسين بونو. وفي نماذج تانية كتير مش عايزين ننسى لعيب معين منهم. بس طبعا احنا دلوقتي بنتكلم عن النهائي. صاحب التوقع الصح يكتبه تحت في الكومنت، واللي هيقول التوقع صح هقول اسمه في الفيديو اللي جاي. احنا دلوقتي عندنا النهارده مباراة صعبة قوية جدا. اول ماتش هيكون في ارض مصر هنا في استاد القاهرة، استاد الرعب الافريقي. بعد كده الماتش التاني هيكون في المغرب. طبعا تاريخ مواجهات الفرقتين كانت 11 مرة. اول مرة تواجهوا فيها كانت سنة 2011. في ال 11 مرة الأهلي المصري كسب 4 مرات، اتعادل 4 مرات، وخسر 3 مرات منهم مرتين للأسف كانوا في النهائي لحساب نادي الوداد. طبعا زي ما قلنا في بداية الفيديو هنتكلم عن موضوع يخص اللاعب أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق ولاعب نادي الجزيرة الإماراتي السابق. اللاعب تم فسخ التعاقد مع نادي الجزيرة الإماراتي، وهو حاليا بيتمرن في نادي الوداد. ونادي الوداد قال في بيان رسمي ان هو اللاعب مرحب بيه ان هو يتمرن فيه، لانه كان في يوم من الايام نجم من نجوم النادي، وساعد في ان هو النادي يتوج البطولة على حساب النادي الاهلي المصري سنة 2017. اللاعب في اخبار قالت ان اللاعب النادي مش بيفاوضه، واللاعب مش بيفكر ان هو ينضم للنادي، وان هم دلوقتي لسه فتره الانتقالات قدامها شويه، وهم بيفكروا دلوقتي في البطوله الافريقيه وفي الدوري، لان هم دلوقتي في المركز الثاني في الدوري بفرق نقطه عن الفريق المتصدر. طبعا الدوري المغربي دلوقتي دوري قوي جدا. كل الفرق الفرق بينهم وبين بعض في عدد النقط مش كبير. شفنا اسامي كتير جديده من الدوري المغربي، وده بيدل عن قوه الدوري المغربي والاسامي الجديده اللي بتشارك سواء في الكونفدراليه او سواء في دوري ابطال افريقيا. الفتره اللي جايه هنشوف في ازدهار في شمال افريقيا، خصوصا ان اللعيبه اللي بتطلع من هناك بتحترف سواء في الدوري المصري او السعودي او في الخليج عموما او بره مصر، بيقدموا مستويات قويه جدا. زي ما شفنا طبعا عندنا اللاعب حكيم زياش، وعندنا اللاعب ياسين بونو في اشبيليه، وفي نماذج تانية كتير مش عايزين ننسى منها حد. وبرضو في اخر الفيديو هقول لك صاحب التوقع الصح يكتب في الكومنتات تحت
وصاحب التوقع الصح هقول اسمه الفيديو اللي جاي. كان معاكم كابتن عبد الرحمن الخضرة. اللي مش عامل اشتراك في القناه اعمل اشتراك في القناه، ويا ريت الفيديو ده كل اللي يشوف يعمل له لايك. سلام.